بتعملوا ايه؟ بنحمل الطلبات دي يا حاج عشان في عربيه تانيه نحملها ان شاء الله. ايه يا دلال؟ حضرتوا يا بنتي الطلبيه بتاع الحاج نصر؟ انا اديت الاوردر لزكي من اول ما وصلني يا حاج. اوردر وزكي؟ انتوا هتشقطونا لبعض، ايه الحكايه؟ الراجل زعلان مننا. مفيش حاجه يا حاج، في شويه نواقص بس بنكملها من السوق. نفس الكلام الخايب. وبعدين بقى انتوا هتقرفوني. حضرت طلبيه طنطا؟ ايوه يا حاج جاهزه. طب هات الورق وتعالي ورايا. حالا. اتفضل يا حاج. برضه يا حاج، هو انت مش هتبطل الحركات دي بقى؟ حركات؟ حركات ايه يا بنتي؟ انا بتاع حركات؟ انا جيت امسك الورق، انما ايدي مدت نفسها ومسكتك انت. ايه في ايه؟ وانا فيها كهرباء ولا ايه؟ حاجه زي كده. خد بالك بعد كده عشان ما يحصلش مس. يحصل مس؟ هو لسه هيحصل مس؟ يا بنتي المس حصل وخلاص. حصل فين؟ حصل جوه، جوه قوي في قلبي. انت مش حاسه ولا ايه؟ يا حاج هزعل. انت ليه محسسني ان في نظرك مش تمام؟ مش تمام؟ وهتزعلي؟ تزعلي لما انا قلبي رفرف من جوه، لما بشوف على الصبح الوش السمح ده، ولا عينيا بتزغلل لما بلاقي ابتسامتك الحلوه دي بتنور لي الدنيا، ولا جسمي كله بيترعش لما بشوف القالب اللي احلى من قالب الزبده ده قدامي. يا حاج كده كتير قوي. لا هزعل، انت فاكرني ايه؟ بس يا بنتي انت هتزيحني ولا ايه؟ صباح العصافير يا حاج. يخرب بيت العصافير. دي خلقه واحد يقول عصافير؟ امال مين يقول صباح العقارب، صباح الحمير؟ جاتك خيبه على منظرك. انا عملت ايه يا حاج؟ سيب ده، ما تعملش حاجه، امشي اطلع بره، امشي. هدي اعصابك يا حاج، مش كده. تأمرني بحاجة تانية؟ استغفر الله العظيم. انا بصراحه نفسي امرك بحاجات كتير، بس مش وقته. طيب الحاج سعد بره. جاته خيبه، ما انا شفت خلقته. خليه مرزوق بره دلوقتي لما راجع الورق اللي انت جبتيه ده. عيني، عن اذنك يا حاج. اذني؟ اذني كله معاكي. لا اله الا الله. بصراحه ربنا البت دي حاجه ما تتسابش. معقول؟ يوسف الدقاق، سلام قول من رب الرحيم. ايه يا حاج جاد مالك؟ كنت شفت مين يعني؟ اتخضيت ليه قوي كده ما شفتني؟ اصل سبحان الله لسه شايفك في الموسك في مصر من يومين، الاقيك في موسك الصين النهارده. معقوله؟ بسبعة ارواح بقى بعيد عنك. ايه بقالك قد ايه هنا؟ بقالي اسبوع. وانت؟ انا اكتر منك بشويه. اهلا وسهلا. اعرفك كوكو. دي من عيله مين في الصين يا كوكو؟ الله 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 الله، ده انت بقيت شيخ حاره اهو في الصين يا حجاج. اعرف الصين؟ انا اعرفها زقاق زقاق وحاره حاره. والمره دي بقى هجيب بضاعه مش هتعرفوا تضربوها خالص يا يوسف يا دقاق. عارف ليه؟ لان انا بقى واصل لجد كوكو اللي انت بتقول عليها دي. ما تخلينيش اطلع عليك الحاج سيد بنفسه. وانت شايفه يعني شايلني من دماغه. المهم يا جو، اي اوامر هنا في الصين تحت امرك. الله يكرمك، كلك واجب. انت ان شاء الله مسافر امتى؟ يا عم مسافر فين يا عم؟ انت اللي مسافر امتى؟ انا قدامي يومين كده. وانت؟ بعديك بشويه ان شاء الله، بعديك بشويه. طيب سلام بقى عشان انا استاذن. الله ايه على فين يا حاج؟ عندي ميعاد مع لولو بنت عم كوكو. والله طب خد بالك ان الفرع اللي بتتكلم عنه ده فيه مضروب كتير. بس مش فرز رابع يا يوسف يا دقاق. سلام سلام يا كوكو. مشيني مع فرخه صيني. يا ترى ايه اللي مرعك علينا قوي كده يا جاد؟ انا اعرف. يلا جبت لي الكلام، بيقول عليك فرز رابع. الو الو. ايوه يا حاج. ايوه يا حاج. الاخبار مش حلوه بصراحه.
مش حلوة، الأخبار مش حلوة بقول لك. هو في غيره؟ الزفت اللي اسمه جاد. هو الزفت ده. وبعدين بقى يا حكايه جد دي؟ واحنا في كل خرابه هيطلع لنا جد؟ لا اله الا الله. لا اشوف لك حل. وبعدين يا يوسف يا ابني، ده انت حبيبي. انا جاد ده من ساعه ما قبل كده ادانا زومبا وعمل الصفقه بتاع الساعات دي، انا بعديها جبته الارض كتاف. وبعدين بقى يا ابني يا يوسف شوف لك حل. ده انت دلوقتي بتقول حافظ الصين دي زي ما تكون مصر واكتر. خلاص اتصرف. انا المهم عندي تجيب لي ارخص سعر. ايوه انا اعرف انهم بيعملوا الحاجه فرز اول وتاني وتالت. شوف لي فرز خامس سادس اي حاجه. لا بقول لك ايه، انا مش عايزك تحمل هم خالص. يعني انا عايز ابيع الجلد هنا بسعر ما يتذكرش. خلي جاد بقى يشرب الجلد اللي هو جابه في الكونتينرات ده. اسمعوا انا، انت حبيبي يا يوسف وانت عارف دلوقتي يا ابني البلد اللي انت فيها دي متقدمه قوي. ايوه يا ابني، ابوك الحمد لله ربنا كرمني ومساعدني بكل حاجه. بس المثل برضو بيقول اسعى عبد وانا اسعى معاك. فانا عايزك تساعدني يا ابني. شوف لي يكونوا عملوا عندهم حبوب جديده كده مقويه ربنا يكرمنا فيها. خلاص طمن يا حاج، يلا مع الف سلامه. مع السلامه يا حاج، سلام. دوس انا جوعت قوي، حرام عليكم. وحيدو ازيك بابي؟ ها عاملين لنا اكل ايه النهارده؟ ما تقلقيش يا حبيبتي، انا وصيت حسونه على الكسل بالبشاميل اللي انت بتحبيها. ربنا يخليكي ليا، بحبك قوي. ويخليكي ليا ويروق بالك دايما يا رب. امين يا رب. ولا يا هرده مش جاي ولا ايه؟ أنا موجود يا حاج. إيه بقى؟ ده الأكل شكله يجنن. بالهنا والشفا. جوعت. قول يا حبيبي، خد الحماميه دي كمان، الحمام ده كويس قوي. يا حاج أنا كان نفسي فيها في كل الحاجات. يا ابني نفسك فيها ايه؟ انت هتبص الوقت في الاكل، مش شايفه ده يابان وتعبان ازاي؟ شكرا يا حاج، ربنا الفراخ اتأخرت ليه؟ حد يستعجل دوسة يا إخوانا. الفراخ يا دوسة. هات يا ست. ايوه بقى. ولد نفسه. اوعى ايدك انت اوعى ايدك خالص. اخوك حبيبي الاول، هو انا عندي غيره؟ خد يا وحيد، خد يا حبيبي. ربنا يخليك يا حاج، بس يعني الحنيه دي كتير عليا. انت حبيبي يا ابني، هو انا خلفت غيرك؟ ده انت الحلو الجميل اللي فيه ام ابيض. ربنا يخليك ليا يا حاج. الاول ميه مش سامعين؟ خدوا اختكم وجيبوا ميه. ميه، عمال اقول ميه. انت واقف كده ليه؟ ومسهم وبعدين عينيك في الاكل سممته. معلش يا حاج، تلاقيه سرح ولا حاجه. انت ايه؟ ما بتفوقش خالص؟ بقف حمار يعني؟ بتبصلي كده ليه دلوقتي يا حيوان؟ انا مش حيوان. انت كمان هتبجح فيا يا كلب. ليه بس كده يا حاج؟ حرام عليك، لزومه ايه بس؟ حيوان. كده يا وحيد. بيت غباوتك، حد يعمل كده يا راجل الغبي ده؟ شوف الدواء، انت لازم تخلي الدواء بسرعه يا حسون. اهدى يا وحيد، اهدى يا حبيبي، اهدى يا ابني عشان خاطري. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اشرب بالشفا ان شاء الله، بالشفا يا حبيبي. يلا بسرعه اتحرك. يلا هات الميه. معلش استحمل شويه، يلا بسرعه. في ايه دوسة؟ الحلقه جت يا سمر. استحمل يا حبيبي. الله اكبر. عايز الشيطان الرجيم، الله لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله الخير وعلى كل شيء قدير. الله اكبر الله اكبر. انا مش فاهم الحاج صابر ده ايه اللي جراله عشان تجنجدنا وراك المستشفى كده؟ اهدى يا حاج، هتفهم كل حاجه دلوقتي. لا اله الا الله. بعد اذنك. اتفضل.
ادخل. يا اهلا وسهلا يا حاج. ازاي الحال دلوقتي؟ طمني. نحمده يا حاج. ربنا ما يحرمناش منك. الحمد لله، ربنا يطمنا عليها. انا معايا ضيوفك كمال. خليهم يتفضلوا يا حاج. اهلا وسهلا. دقيقة واحدة. اتفضل يا حاج. يا عم صابر، ايه ده؟ ايه بقى الحركه الزفت اللي عملتها معايا دي؟ ولا حركة ولا حاجة يا حاج. ابنك كمال كلمني عشان امه تعبانه اوديها القصر العيني، وانت عارف هي ما استريحتش في القصر العيني قبل كده. قلت اجيبها هنا. اقعد بقى معاه بقى، خده في حضنك وتصافوا مع بعض. ابوك يا كمال. اتفضل يا حاج. يا سلام، ارتحت بقى دلوقتي؟ جرجرتوني لغايه هنا عشان ادفع لكم حساب المستشفى؟ اقسم بالله ما اعرف انك انت جاي، واللي قاله لك الحاج جد هو اللي حصل. وبعدين ما انا عارف ان انا لو كنت اتصلت بيك ما كنتش هترد عليا. طبعا ما كنتش هرد عليك. هرد عليك بتاع ايه؟ بعد ما عملت لي فضيحه في الوكاله وقدام الناس اللي يسوى واللي ما يسواش. ما هو ما كانش ينفع اسيب امي عيانه ومريضه وانت مش عايز تديني حقي، وكمان انا معيش فلوس واسكت. حقك ده يالا كسر حقك. قال حقك. قال انت فاكر ان انا هجيب مطبعه واقعد اطبع لك فيها فلوس؟ وانت يا حبيبي مش حبيت تقعد جنب الست امك؟ خلاص خليها تنفعك. صحيح مش هننفع، بس نفعتك انت. الخير اللي انت فيه ده كله سببه فلوسي اللي ضحكت عليا وخدتها مني، واخرتها رميتني الرميهاتي. نعم، فلوسك ده يا ام فلوس جراها وليا. انت فاهم ان فلوسك دي هي اللي معيشاني في العز والنعيم ده ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين فلوسي دي انا عملتها بعرقي وبجهدي، وكفايه ان انا ربيت لك ابنك لغايه ما بقى زي البغل وعلمته كمان. علمته؟ ده انت مضيني على كمبيالات باكتر من اللي صرفته عليا 100 مره. اخلص يالا، انت ما عندكش ايمان بربنا؟ انت مش عارف ان ربنا في القران الكريم قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا؟ وقال المال الاول. انا ما مضيتكش غير على اللي انت اتصرف عليك وبس. لا 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 لا، مش هي دي الحقيقه. وهنفترض اللي انت بتقوله ده صح. في اب يمضي ابنه على كمبيالات عشان يصرف عليه؟ يعني بتطلعني كذاب يا كلب؟ طبعا، ما انت تربيه واطيه، هتقول ايه غير كده؟ لكن لا، انا مضيتك لاني عارف ان انتوا ناس واطيين، ناس متغاظين مني، حاقدين عليا، عايزين تمصوني وتقلبوني. ايه ده ايه يا حاج؟ صوتك طالع لغايه بره. انا جايبكم هنا عشان تتصافوا مش تتخانقوا مع بعض. اخلص، انت مالكش دعوه خالص. انت اللي عملت فيها كده. انت اللي جايبني للعالم السوي دي علشان يسموني بكلمتين مسمومين من عندهم. دول كل اللي عندهم انهم عايزين يحرقوني، عايزين يقلبوني. جاتك نيله عليك وعلى قرعتك وعلى شعرك. حسبي الله ونعم الوكيل. ده انتوا على ما تعرفوش ربنا. لا اله الا الله. اتفاهم يا حاج. حسبي الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوه الا بالله. الراجل سايب ماشي لحمه ودمه وماشي على طول واقف في وشه. انا اسف يا كمال، انا ما كانش قصدي. انا كان قصدي انكم تتصافوا مع بعض. انت كان قصدك خير يا حاج، بس من فضلك ما تعملش حاجه زي دي تاني الا لما تاخد رايي الاول. لا عيني يا كمال، تحت امرك حبيبي. وبعدين ما تعتلوش هم. انا دفعت لكم حق المستشفى. ما ننحرموش منك ابدا يا حاج جاد من يوم اللي حصل مع سيد، وانت مراعينا يا اخويا. ربنا يكرمك ويديلك على قد نيتك. افضلك علينا تيتا. عيب يا كمال، عيب. افضل ايه وكلام فارغ ايه؟ جدك الله يرحمه وابو والدتك ليه فضل عليا، علمني السوق على حق. انا عايز اقول لك حاجه يا كمال، انا ماليش اخوات صغيرين، انا بعتبرك اخويا الصغير. ربنا ما يحرمناش منك يا حاج. ولا منك حبيبي. الراجل جاد الزفت ده طول عمره بيتغاظ مني وبيحكي عليا زي العالم البلاوي اللي خدني عندهم دول. بيحاول يرد المعرض اللي هو شربه يا حاج، بس انت في حاجه مضايقاك غير كده يا حاج؟ لا ابدا والله. يلا بقى سلام. سلام ايه؟ هاجي معاك. يا معاك فين؟ انت معكش عربيه؟ لا، ما هو زكي عدى عليها الصبح، رحنا المخزن وجينا على هنا على طول. خلاص لو وراك حاجه ممكن اخد تاكسي. مفيش حاجه. تعال يا راجل تعال. ماشي. اتفضل يا حاج. بس عاجبني انت فييس. اخد تاكسي. اخد تاكسي ازاي بقى؟
هو انت معاك فلوس؟ بقى ايه؟ ايه؟ يا خبر ابيض، الفلوس يا زكي! 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 ايوه هات الفلوس. الفلوس اهي، انا عديتهم مره تانية وطلعوا تمام. طيب بقول لك ايه؟ تقابلني الصبح على باب البنك، هودع الفلوس دي واديك وصل الايداع، تاخده يبقى على مكتب الحاج الصبح، يجي يلاقيه. تأمرني يا برنس. قلت لك 100 مره ما بحبش برنس دي. اتفضل اتفضل. سلام يا برنس. يوسف يوسف سلامتك يا يوسف، ألف سلام عليك يا حبيبي. الله يسلمك يا حاجه دوسه. تعبت نفسك ليه بس وجيتي؟ ايه يا يوسف اللي انت بتقوله ده؟ يعني هتعرف انك في المستشفى وما تجيش؟ الف سلام عليك يا حبيبي. والله دي كانت هتقع من طولها لما عرفت الخبر. ياه، للدرجه دي؟ طبعا يا حاج، مش انا اللي مربياه وهو لسه في اللفه، اللي هيجيله ضربه في ايده وفي قلبه اللي عمل فيك كده. على كل حال نحمد ربنا، الجرح طلع سطحي، انما انا كنت هسوق على روحي والله لما شفته الدم بيشر منه. حاج سيد؟ جلال، طب الحمد لله ان انا طمنت عليك. طب اديني الموبايل حتى قولي لي اخبارك ايه. معلش يا حاج، والله ما عارفه اقول لك ايه. مش عارفه حتى تقولي لي اتفضل، هفضل واقف على الباب ولا امشي احسن؟ يا خبر يا حاج، ده كلام تقوله برضه، ده احنا النهارده زرنا النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. الست ام دلال بلحمها وشحمها. اهلا اهلا ست. يا حاج. ربنا يبارك فيكي يا مرحبا. اتفضل يا حاج، هروح اعمل لك القهوه بتاعتك. لا عودي، مش عايز حاجه، بلاش قهوه. والله يا ست ام دلال انا اليومين دول في ظروف وحشه قوي. خير يا اخويا، كفى الله الشر. ان شاء الله يكون خير. الواد ابن يوسف بعيد عنك، بين الحياه والموت. طلعوا علينا جماعه صيع بلطجيه ومعاهم سلاح، وهو دلوقتي مرمي في المستشفى، ربنا يستر. لا اله الا الله. معلش يا حاج معلش، هروح اعمل لك حاجه كده تشربها تروق دمك. ما قلت لك اقعدي، مش عايز حاجه. ما تسمعي كلامه وتقعدي يا بنت. طيب ياما بالراحه. الله، ممكن يا ست افهم بنتك ما جاتش الشغل ليه؟ ما انتش عارف يا حاج. الله، هو انا سالتك انت؟ الله، هو ايه اصله ده؟ ايوه صحيح، هو سالك انت، بيسالني انا. بتدخلي نفسك في الموضوع ليه؟ وهو يعني كان جابك محامي ليه؟ ايوه يا ستي، جابني محامي. نقطينا بقى بسكاتك. حاضر، مش هنطق اهو. شوف يا حاج، انا هتكلم معاك كلمتين كده من غير لا لف ولا دوران. ونعم الكلام، وانا اعلم ربنا لا بحب اللف ولا الدوران. وانا بنتي صراحه بتحكي لي على كل حاجه، وقالت لي يعني لا مؤاخذه انك انت عينك منها، وان هي حاولت كذا مره تفهمك انها ملهاش في العوج، لكن انت برضه حاطط في دماغك تقطعشها. اقطعشها؟ اعوذ بالله، انا اقطع بايدي عيش دلال؟ ما هو لما تبقى حاططها في دماغك كده يا حاج، تبقى فاهم لا مؤاخذه يعني انها سهله وممكن يعني. اعوذ بالله اعوذ بالله، ما تكمليش. يعلم الله. بص يا ست الحاجه، انا بصراحه ربنا مديني من واسع، مال وبنون وكل حاجه، بس حياتي فاضيه. مفيش حد في حياتي انا قريب منه فعلا، او احس انه بيحبني فعلا. فانا بنتك بالنسبه لي دلوقتي، وانا بقول بكل صراحه، بقت زي الورده. يعني هي لو اختفت من حياتي هتبقى دنيتي كلها عامله زي الشاي الماسخ. وبعدين يا حاج؟ وبعدين انا جاي لك دلوقتي بما يرضي الله. انا جاي اعملها على سنه الله ورسوله. برضه يا حاج هتمشي وتسيبني لوحدي؟ وبعدين يا بنتي، ما احنا اتفقنا على كده. طب بقول لك، ما تخليني انزل الشغل معاك تاني. يوه، ما انت قاعده في بيتك معززه ومكرمه وزي الفل. ما انت يا حاج قلت لي هتجيلي يومين 3 في الاسبوع بس،
ترضى يعني ان مراتك تقعد وشها في وش الحيطه؟ وش حيطه ازاي بقى؟ انت مش قلتي انك هتجيبي امك تقعد معاكي في البيت؟ جرى ايه يا حاج؟ هو انت مش عايز تصطبح بوشي ولا ايه؟ على الاقل ابقى قدام عينيك وانت قدام عينيا. يا سلام، هو انا هقدر استغنى عنك ابدا؟ ده انا نفسي تفضلي قدامي كده ليل ونهار على طول. وبعدين ما تقلقيش، دلوقتي الموبايل قرب المسافات. طب بقول لك ايه يا حاج، ما تفتح لي كده محل ولا بوتيك على الاقل يعني اتسلى في غيابك. لا اله الا الله، محل ولا بوتيك؟ لا بقول لك ايه، اذا كان نفسك قوي تنزلي الشغل من بكره انزلي الشغل، انا ما عنديش اي مانع. دي زياره عاليه على البال والله. اهلا يا مرحبا. اهلا بيكم. شوف بقى يا حاج سيد، في الحقيقه انا جيت لغايه بيتك هنا عشان احط ايدي في ايدك، عشان ما يبقاش في بينا مشاكل ولا عداوه. وبصراحة ما ينفعش يا حاج سيد ان كل الدنيا تبقى فاهمة ان جاد هو السبب في قتل استاذ يوسف، والكلام ده مش مظبوط طبعا. الله 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 الله. ايه يا يوسف، انت سيحت للحاج وقلت انه قتل قتله ولا لا إيه؟ لا اعوذ بالله، ده كانت ساعه الحادثه كده يعني، وكان الواحد اعصابه برضه انت فاهمه ست الكل، وكلمتين في لحظه غضب وخلصوا. يعني صافية لبن؟ حليب يا قشطه. قولي لي يا قشطه، اخبار الشغل معاكي ايه ان شاء الله؟ لا ده انا زعلانة منك بجد يا حاج. يعني ينفع تروح تشتري هدومك من بره وما تجيش عندي؟ لا لا، دي عندك حق، انا غلطان. الله، هي الهانم شغاله في الازياء الرجالي ولا ايه؟ انا كل اللي عندي سينيهات. صيني؟ بسم الله ما لا شاء الله. سنيهات يعني ماركات يا حاج. مش صيني؟ لا امريكاني وانجليزي. طب الحمد لله. اهلا. لا ده الواحد بقى يجي، مش معقول بقى نروح بره نشتري لبس يعني، الهانم تلبسنا. يا سلام، ده انت هتشرفني. هو انت مش قلتيلي ان انت هتبعتي لي زمايلك؟ بكره هيكون عندك 2 اصحاب. يا قمر انت بموت فيكي. طيب نستأذن احنا بقى علشان وقت اتأخرنا. لا 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 لا، تستأذنوا فين؟ عليا طالما حد ماشي. اقعد يا راجل، اقعد مكاني هنا. اتفضل. الله، ده انا ما صدقت انكم موجودين. انا اصلي كنت هتعشى لوحدي، لان الواد ايهاب خرج وراه شغل، وبعدين يوسف كمان، يوسف وراه مشوار مهم هيقوم. انا قوم شوف الستات اللي مستنيينك والحاجات دي. طب بالهنا والشفا. يلا بالهنا والشفا. سلام عليك عليكم. اخضر يا حبيبي. سلام عليكم. بالسلامة. اهلا. اهلا يا حاج. عليا الطلاق بالثلاثة، احنا زرنا النبي النهارده. ماشي يا حجيج، ماشي. اسمع يا ابني، بقول لك ايه، الحاج بيقول لك لو عايز تخش الفيلا ما تخشش من هنا، بخش من اي حته ورا، لا رايح المطبخ ولا حاجه. هو بيستعر مني ولا ايه؟ قول له ما يخافش، مش هفضحه قدام الغرب. يا عم ما انت لسه هتحور وتقعد تتهتهلي وتعمل لي، ما تخلص، اسمع ونفذ. حاضر يا يوسف، هنفذ. اوعى كده من قدام العربيه. انا قلت 100 مرة السلم ده يتنشف كويس. خير يا حاج، في ايه بس على الصبح مالك؟ ايه اللي خلى السلم مبلول بالشكل ده؟ هتموتوني؟ اكيد هو الواد الحيوان ده اللي عمل الحكايه دي. مالك انا؟ بتبصلي بسماويه كده ليه؟ انت سماوي. في ايه بتبصلي كده ليه؟ جاتك نيله عليك وعلى امك. ما تغلطش في امي، امي ما تشتمهاش. السلام، محروق قوي عشان امك. طب ايه اقولك بقى ان انا هشتم امك دي زي ما انا عايز. وبعدين امك دي كانت ست عفشه، وكانت سيرتها زي الزفت. يعني انت عارفها اهو، امال كنت بتنكرني ليه السنين اللي فاتت دي كلها؟ انت بتظلم على فكره، والكل ظالم نهايه. ايه ده يا انت؟ ايه اللي بتهببه ده؟ انت بترفع العصايه في وشي؟ انت جننت ولا ايه؟ فردوس. نعم يا حاج. الكرباج بتاعي اللي انت مخبياه هاتيه. بلاش والنبي يا حاج، الهي لا يسيئك عشان خاطري، بلاش. مفيش حد سيد حد. انت هترد عليا زفت ولا ايه؟ فردوس، هات الكرباج والا انت اللي هتضرب بيه. طب تعالى قدامي بقى. انت الظالم. على اوضتك. انت الظالم. انا هضربك بالجزمه. انت الظالم. اطلع قدامي انا. انت الظالم. اطلع قدامي يا زفت. انت الظالم. استرها يا رب.
روق يا حاج، روق يا حاج، وبلاش حكايه القربان دي. اخلص يا كلب، لا كسر عظمك قبله. حاضر حاضر يا حاج. انا سايبه يكتفني بمزاجي يا سيد. سيد؟ انت بتقول لي سيد؟ كمان هتتجرأ على سيدك؟ ده الولايه كان زمانك بتاكل مع الكلاب في الشارع. افتح يا حاج، يا حاج افتح، الله لا يسيئك. يا بابا كفايه يا بابا كده، حرام يا بابا. يا بابا الحاج عنك انت، الواد هيموت في ايدك. سيبوه انا وانا كنت ادبه بدل ما توجع دراعك. يا حاج خاف على نفسك، هيموت في ايدك. انت جديد انت هو، اخلص. امسك المصايب. كفايه بقى. جميل عليكم وعلى منظركم كلكم. معلش معلش يا حيلة، حقك عليا، انا قلبي بيتقطع وانت بتتضرب. حقك عليا انا. رايح فين؟ هندخل نشوفه يا حاج. ما عادش هشوفه، سيبوه مرمي زي الكلب كده. لا يا بابا عشان خاطري عايز اخش اطمن عليه. الله ما خلاص بقى يا جدعان، الله مش الحاج قال لكم محدش يخش، الله ما تخنوش اكتر من كده بقى. لا سمر مش عايز كلام، روح على اوضتك يلا. يلا يا اخوان، يلا يا اخوان، يلا. معلش يا حاج. سيد دقاق، انت ظالم ومفتري وانا مش بحبك. سامعين اللي اتدبوا؟ اعمل فيه اكتر من كده يعني؟ ما تحترم يا بنفسك يا بدل ما اجي انا اربيك يا. وبعدين الواد ده مش هيقعد هنا ولا دقيقه واحده، لازم يترمي بره الفيلا. حرام عليك يا بابا. الفيلا ده انا ليا فيها زي اي حد، وانت عارف كده كويس، عارف ان انا ابنك. انت مش ابني، انت ابن حرام. انا مش ابن حرام، واذا كنت ابن حرام فيبقى انت الحرام. بتقول ايه يا كلب؟ اسمع علي، انا مش عايزك في الفيلا هنا، ما تدخلهاش تاني. انت مش ابني وما اعرفكش. لا يا حاج. لا يعني ايه؟ لا ابنك. ابني ازاي؟ انت الاخر بقى يعني ايه؟ وحيد يبقى ابنك يا حاج. ازاي يبقى ابني؟ كمال وراني ورقه الجواز العرفي اللي بينك وبين ام وحيد. وحيد ايه ادب يا كلب؟ انت بتكتب ورق يا حاج. ورق ايه؟ انا فاكر حاجه. عشان كده بقى دمك متعكر من ساعة ما جيت. يا ست انا ما نمتش طول الليل، ما نمتش. صحيح، خير انت اعمل شر انت تلقى. عيل عبيط لقيته في الشارع، قلت اخده واعطف عليه، يقوم يشبط فيا ويقول لي انا ابنك. والمصيبه ان اللي زقه على كده يبقى ابني فعلا. روق يا حاج، روق، مفيش حاجة مستاهلة. لا مستاهله، مستاهله ونص كمان. دي مصيبه سودة، ده انا دم محروق. بس انا مش هسكت، مش هسكت. انا همسك الواد اللي اسمه كمال ده واخنقه بايديا. اما الحاجه اللي اسمها وحيد ده، فده لا يمكن هيخش الفيلا تاني، لا يمكن، لا يمكن. ده ماضي، ماضي زمان وراح خلاص، راح. بس اسمح لي بقى يا حاج، أنا عندي رأي تاني. رأي تاني؟ بابا بابا؟ ده انت اللي بابا. ما تدخلني ولا انت ناوي تطردني ولا ايه؟ لا اتفضل. حلو قوي قوي قوي. ايه مالك؟ اتخضيت كده لما شفتني، كأنك يا ابني شفت عفريت قصادك. لا ابدا، انا بس اتفاجئت يعني. ما كنتش متوقع انك انت ممكن تتنازل وتجيلنا هنا. ربنا يفاجئك تاني. اتفضل اتفضل اتفضلوا، اقعدوا، واقفين ليه؟ اهلا اهلا اهلا. يا مرحب. يا كمال، فين الورقه اللي انت قلت لاخوك اياب عليها؟
ورقة ايه؟ ورقة ايه؟ الورقة اللي امك اديتها لك. الورقة معايا أنا، مش هتاخدها. بقول يا كمال، حق لامك والا انا ممكن افرمكم. اسمع يا كمال، بص يا حبيبي، اديني الورقة المتصورة اللي معاك دي وانا هقول يا دار ما دخلك شر، كأن مفيش حاجة حصلت، وهبسطك بعديها جدا. بين لي انت بس حسن نية وشوف انا هعمل معاك ايه. انا مش ممكن ابدا. والله ما تتعب نفسك وترد، انا مديك وقتك، خد وقتك، فكر وبعدين برد عليا، وان شاء الله هنوصل لخير باذن الله. فوتكم بعافيه. انا متشكر ليكم. سلام عليكم. خلاص مشي. هو كان المفروض انه زمان خلاص مشي، انما ربنا كرمني وخلاني اشوفك حبيبي. همشي من غير ما اشوفك. تعالى يا ابني، تعالى، مالك؟ انت خايف مني؟ ده انا حبيبك. انا بطلع كده وبعدين بنزل على مفيش، انما انت احبب حد عندي يا حبيبي ده والله. وبعدين انا كنت مكسوف اروح دلوقتي، مش عارف اودي وشي فين من البنت سمر ومن الست فردوس. الناس بيحبوك قوي، انا ما اعرفش ان ليك الشعبيه الكبيره دي، ده انت لازم تخش الانتخابات. بقول لك ايه يا كمال، انا هاخد حبيبي معايا، ممكن؟ والله اللي يختار. ما هو اللي هيختار، وانا عمري خليته ما يختارش. اختار اهو، اختار، هو مبسوط عايز يجي معايا. تعالى يا حبيبي، تعالى. زي ما قلت لك يا كمال، ان اديتك فرصه، فكر وربنا يكرم ان شاء الله. تعالى، ده انا هبسطك، ده انت حبيبي. تعالى يلا. الحمد لله. خير يا يوسف. صباح الفل يا حاج. في خبر وحش يا حاج. لا اله الا الله، على الصبح كده؟ ايه خير؟ في ايه؟ الجماعه بتوع جمرك السخنه كلموني. ايه المناسبه يعني؟ جد من ساعتين كده نزلوا 20 كونتينر منتجات بلاستيك وسلك كهرباء، عايز يغرق بيهم السوق. ابن اللذينه، لا عارف انا المخازن عندي عمرانه وبعطش السوق. نزلهم في السكرته، فاهم ان انا نايم على وداني. وده هتعمل معاه ايه يا يوسف؟ ولا حاجه، انا عملت خلاص. كلمت كل زبايننا وهوزع عليهم البضاعه اللي عندنا في المخازن كلها، واللي عايز هياخد واللي مش عايز برضه هياخد. واللي مش عايز ده هتخليه ياخد ازاي؟ يشتري خاطرنا وهي مردوده له. يا ابن اللعيبه، حلوه ده يا يوسف. وبكده بقى نبقى غرقنا السوق. خليه هو بقى يبقى يقعد يطرقع صوابعه جنب البضاعه بتاعته. مين ده؟ ده بهاء، اشهر سايس خيل في مصر. لا والله. بهاء ده بيتكلم كل اللغات، انجليزي وفرنساوي وايطالي واسباني، كل ده ما بيعرفش يكتب عربي اصلا. لا والنبي. طب يا ريتني جيت اتربيت هنا، ده انا ما بعرفش اتكلم كلمتين صيني على بعض بقالي سنتين بحاول. بقول لك انا بخاف من الحصانه. ما تقلقيش بقى، انا معاكي، نمشي واحده واحده كده من جنب بعض، ما تقلقيش والله. طيب.
تظبط الدنيا. ايوه بس انت عارف ان الفلوس ناقصه 300,000. اهو ادي 300,000. بس بقول لك ايه، اوعى ياخد باله من حاجه. عيب يا برنس. تاني برنس؟ مش قلت لك برنس دي بلدي؟ خلاص حقك عليا. عيب يا باشا. حبيبي همشي انا بقى. ايه ده بدري كده؟ مش عوايدك يعني؟ معلش يا حبيبي تعبانه شويه. تعبانه؟ تعبانه ايه؟ الف بعد شر عليك يا حبيبتي. مغص جامد قوي عندي من امبارح ونسيت الدواء في البيت. مش مشكله. طب ما نبعت نجيبه ولا اقول لك اقعدي استنيني في المكتب، انا شويه كده وهخرج. اما اجي خارج قولي لي ممكن تاخدني في سكتك يا حاج؟ وهنروح فين يا حاج؟ هنروح مع بعض يا حبيبتي. فيها حاجه دي؟ الحاج سيد حبيبك عايز يروقك، وبالنوبه نجيب الدواء معانا في السكه. الله يا حاج مزاجك رايق كده النهارده. خير ان شاء الله. رايق قوي قوي قوي. انا النهارده اديت الراجل جد ده حته دين هدر هيطلع من قفاه ان شاء الله. طيب يا حبيبي هستناك بره. ماشي. العنب العنب العنب. اوه يلا اخويا، يلا اتحرك شويه. يلا حمل لي العربيه دي. يلا اتحرك اتحرك. بس يا باشا ده ايه اللي عملته في الراجل ده انت مصمصته. عموما مبروك عليك الشقه يا باشا. الله يبارك فيك يا زكي. عارف يا زكي، انا هحني لك بقك. ازاي يا باشا؟ بدل 6% هخليهم لك 5.5%. عارف يا زكي، عشان الفكره يا زكي، انت دماغك دي جهنم يخبع لك. ايه ده؟ عارف الفكره دي جت ازاي يا باشا؟ لقيت الحاج فجاه على راسي بيقول لي في اقرب فرصه لازم اراجع الحسابات دي بنفسي. رحت مفكر في الفكره دي. طب ما كنت سبته راجع وكنت وريته العجز وقلت له ان انت السبب فيها ناقص. لا يا باشا انا كنت برضه عبيط هقول كده. انا كنت هقول له الصراحه، هقول له يوسف بيه اللي خد الفلوس دي من ورا سعادتك عشان يعمل بيها شغل الحسام والبضاعه ما تصرفتش. وبعدين قلنا نعمل على سعادتك الفيلم ده ما تاخذنيش يا حاج، ونلطش منك القرشين ونسوي حساباتنا. ايه رايك؟ كنت هتباعك ساعتها زي يا باشا فداك رقبتي وفداك كل يا باشا. اهم حاجه دلوقتي ان العمليه تمت ونضيفه و100%، وانت طلعت بفلوس البضاعه ومبروك عليك الشقه. زي الفل. بس اقول لك على حاجه يا زكي، انا قلبي وقع في رجليا لما الولد خبطني المطوه ده. انا بصيت كده لقيت كل الجنب ده غرقان. ده انا قلت قلبي طلع بره. يا باشا ما تقولش كده عيب. انت عارف الواد ده في حتتنا اسمه الجراح، ايده زي اشطر جراح فيك يا مصر. يحزمك التحزيمه يتهيأ لك ان جسمك اتشق 2، تشطفها تلاقي يا دوب خربش صغير. نهايته بس 100-100. الدماغ دي دماغ جهنم يا زكي. تحت امرك يا حاج. الكلمتين اللي عايزها مني. ابوك يا كمال، ابوك مش سايبني في حالي. سيد الدقاق بيحط ايده في ايد عدوين وبيدفع رشاوى عشان يخسرني الجلد والسقط. طب وانا اقدر اعمل ايه؟ صدقني لو في حاجه اقدر اعملها لك مش هتاخر. نفسي يا كمال، نفسي اشوفك واقف في وسط الوكاله كده راسك براس الواد اللي اسمه يوسف الدقاق ده وبتدور الشغل، علشان اي حركه قذره منهم تنده بعلو صوتك وتقول لا لا، الحاج جاد ما يتعملش معاك كده. الحاج جاد راجل مجدع في السوق. طب وانا هوصل الوكاله ازاي؟ ما هو عشان توصل الوكاله يا كمال لازم توصل الفيلا الاول عشان تاخد حقك انت وامك. الساكت عن الحق شيطان اخرس. تفتكر يعني لو عملت كده ويقف يتفرج لو حس انك عظمه ناشفه هيخاف ويكش منك؟ نفسي يا كمال تتكليها العين من عينيا والاقيك جوه الفيلا بتطلب حقك انت وامك. ما تخافش يا تيمو، انا واقف جنبك وفي ظهرك. والله الموضوع ده كان في دماغي، بس انا اصلي ما احبش ادخل حاجه مش عارف اخرها ايه. عموما سيبني اقلبها في دماغي كام يوم كده وهرد عليك. امسك يا كمال الكارت ده معرض سيارات. روح هناك هيدوك عربيه. هعمل بيها ايه؟ انت بتأجر في الشهر كام عربيات علشان تخلص مشاويرك؟ يعني
مرة 2000 3 ساعات 4. هتدفع 2000 واكتب شيكات وكمبيالات على نفسك ومالكش دعوة بالباقي. أنا واقف جنبك زي ما قلت لك. بس كده كتير قوي يا حاج. أنت غالي عليا كمان، ما تقلقش من أي حاجة. ربنا ما يحرمناش منك. السلام عليكم. سلام. سلام يا ابن الغالي. اكيد انتوا بتسالوا نفسيكم انا جماعكم ليه بربطه المعلم كده. عندي خبر مهم عايز اقوله لكم. خير يا حاج. انا اتجوزت. ماله نزل عليكم سهم الله كده ليه؟ ليه ما بتتكلموش ليه؟ ايه رايك يا يوسف؟ لا مش نظريه راي يا حاج يعني، بس يعني ما كانش ليها لزوم الجوازه دي. ما كانش ليها لزوم الجوازه دي. يسلم بقك يا يوسف. يسلم بقك يا يوسف. عجبتك قوي. عجبك انت كمان يا سي يوسف. انما انت ما قلتيش ايه رايك يا حبيبتي يا سمر؟ علشان انا ما اقدرش اقول حاجه يا بابا، دي حاجه ترجع لحضرتك. المهم بس ان محدش يضايقنا ولا حد يفرض رايه علينا. لا بصراحه انا يعني عايز افهم رايك اكتر من كده. يا بابا انا قلت لحضرتك دي حاجه ترجع لك. ترجع له. من حقك تعمل اللي انت عايزه، تتجوز زي ما انت عايز، بس محدش يجي يقعد هنا يا حاج. البيت اللي عاشت فيه امنا ما ينفعش واحده تانية تدخل مكانها. ايه؟ وهي كمان عايزه تيجي تعيش معانا في الفيلا هنا؟ ده اللي كان ناقص بقى. شفتي والنبي يا حاجه فردوس الراجل وعمايله. استنى على انت مالكش دعوه خالص. وانت مالك يا وليه يا حشريه؟ انت قاعده معانا بتعملي ايه؟ ده انا لولا ان انا شايفك قاعده بتخدمي العيال ولولا الوصيه بتاع المرحومه اللي وصت عليكي كنت قلت لك خلصينا. قاعده معانا ليه؟ اطلعي بره، الباب يفوت جمل. كده كده برضه يا حاج؟ بعد العمر ده كله واللي قضيته معاكوا وفي خدمتكم تقول لي الباب يفوت جمل؟ طب ده انا حرمت نفسي من حاجات كتيره قوي عشان حسيت ان انا واحده من البيت ده. حرمتي نفسك؟ حرمتي نفسك من ايه يا وليه يا خرفانه؟ ده انت واضح انك عجزتي وخرفتي. فعلا فعلا يا حاج، اذا كبرت وخرفت كتر خيرك. انا ماشيه. حاجه فردوس مش كده، الله دي ساعه شيطان وهتخلص. ما بقى كده يا بابا محدش كلام خالص. في 60 داهيه يا فريد باشا. لا لا لا، بعيد قوي، بعيد قوي قوي. لا ده انا منزل لك 10% في الطلبيه اللي فاتت على اساس هزود لك الكميه. تقوم تقول لا لا. طب اقول لك على حاجه، فكر انت ورد عليا. ماشي سلام. لا يا يوسف بيه، لا الحكايه كده مش هتنفع بعد اذن سعادتك. يعني شوف لنا حل في الحكايه دي. حكايه ايه يا زكي؟ الشغل اللي مكركب على دماغي يا يوسف بيه. الله، من ساعه ما الهانم العروسه خدت اجازه يعني هو الحاج يتجوز وله سنه. لعلم سعادتك انا شغال دلوقتي محاسب وسكرتيره في نفس الوقت. طب تصدق انت تنفع سكرتيره عسل يا زكي؟ هقول لك هتلبس بادي، بس البادي ده يبقى ضيق ويبقى نوعه كارينا، وتلبس تحت بنطلون استريتش ضيق، وتعمل لي فيونكه هنا وتدلدل جرس من ودانك. ده باشا انت عايز تطفش الزمان ولا ايه؟ وبعدين يا عم اتريق براحتك، انا برضو شايل لك التقيله. قول التقيله يا زكاوي. الدكتور حسين بتاع المستلزمات الطبيه دلوقتي ما هوش عايز ياخد مننا لا سرنجات ولا مشارط ولا لزق ظهر ولا كانيولات ولا حاجه من دي من اصله. من ساعه عدم المؤاخذه ما اشتغل في اللزقه العجيبه بتاعت الرجلين اللي احنا جبناها دي، وهي مشت معاه وبقت 100 فل و14، وعايز كميه اكبر بكتير. طب وهنجيب له منين؟ البضاعه اللي عندنا كلها خلصت خلاص اتوزعت. انا برضو محسوبك يا باشا، ما سكتش، قعدت اتقصر وادور لغايه ما عثرت في تاجر في بورسعيد عنده كونتينر كامل على بعضه. بس المشكله بقى انه عايز الفلوس كاش، بس انا ما سكتش، دبرت له الفلوس ومستني تعليمات سعادتك ابعت اشيل. وبعدين لعلمك البضاعه دي دلوقتي بقت عامله زي المخدرات. طيب خلاص بلغ الحاج. حاج ايه؟ حاج ايه يا يوسف بالله هبلغه؟ هو انا اقول تقول لي احلبوه؟
لقمه طريه وجايه لنا لغايه عندنا، تقول لي بلغ الحاج. تبلغه. امال عايزه يجي فجاه ويقول لك عايز اراجع الحسابات زي النوبه اللي فاتت، ونرجع احنا بقى نقعد نعمل افلام وانا اللي اتضرب بالمطوه في الاخر؟ وايه يعني يا يوسف بيه لما تتضرب في المطر؟ ده على راي المثل، وش من غير علامات زي الشوربه من غير بهارات. وبعدين لما الحاج يقول لك عايز اراجع الحسابات ساعتها يحلها الف حلال. وهيدفع كاش؟ النص كاش والنص بشيكات على سنه، ولعلمك البضاعه دي مكسبها 100%. يعني ناخد احنا تمن البضاعه كاش في الاول، وبعد كده المكسب كله يبقى هو القسط. والراجل مستني بره، اقول له ايه؟ يلا توكلنا. ابعت الفلوس وخلي بتاع بورسعيد ده يشحن البضاعه، وانت خارج تبعت لي الدكتور حسين ده. ماشي. بقول لك ايه؟ نعم. الروج اللي هي شايلاه في مكتبها اوعى تستخدمه لحسن الحاج يحطك في دماغه. لا بعد عن الحاج. صباح الفل يوسف باشا. صباح الرضا يا دوك، اتفضل. اما البضاعه الاخرانيه اللي خدتها منكم مسمعه في السوق جامد قوي. اسمها البضاعه اللي خدتها مني مش منكو. الله، واحنا بنتدلع عليك واحنا بنعرف ناخد حق ولا باطل غير مع حضرتك هنا. بقول لك ايه يا دوك؟ امال في زياده في البضاعه الجديده 10%. هقول لك هتدفع 10% عربون، وبعد اسبوع هتدفع 40%، والباقي على شيكات 9 شهور مش سنه، 9 شهور يا دوك. الشيكات دي مقدور عليها، انما ال 10% زياده دي ليه؟ بقول لك ايه يا عسل، انت مش بتاخدها مني ب 24 وبتبيعها ب 99.5 وبتلزق مصاريف الشحن للزبون؟ ما جاتش بقى على 10% بتاعتي دي يا دوك، خليه في حلو. انت كده يا جو محدش يعرف ياخد معاك حق ولا باطل. استبينا. ماشي. ايوه يا زكي، بقول لك ايه، الدكتور هيجي لك دلوقتي هيديك 10% عربون. لا الزياده هتبقى 10% بس. 10% بقول لا مش 17، مش زي ناصر. اسمع الكلام يا زكي. ماشي اتفقنا، يلا سلام. منور الدنيا يا حبيبي. ما تحرمش منك يا غالي، ربنا شرفت وانست. شكرا. حصلت البركه. السلام عليكم. السلام يا دوك. شكرا. نورك. الف سلام. بيتك انت اتجننت؟ كنت هتجنن لو ما كنتش شفتك. وده من امتى ده ان شاء الله يعني؟ من زمان يا سما. مش هتقولي اتفضل ولا ايه؟ طيب اتفضل خلصني، اتفضل يا مجنون. ايه التهييس اللي انت فيه ده؟ ده انت اتجننت خلاص. عشان وحشتيني جدا يا سما. كنت هتجنن لو ما كنتش شفتك. وحشتك ولا ده احساس بالذنب عشان انت كسرت لي رجلي؟ هو الاحساس بالذنب موجود، بس في احساس تاني جواه اقوى منه يا سمر. اللي هو ايه بقى؟ هقول لك بس ما تزعليش. مش عارفه، يمكن ازعل على حسب اللي هتقوله. وحيد في ايه يا وحيد؟ هتعمل ايه؟ وحيد تعالى يا وحيد. وحيد حرام عليك يا وحيد. يا وحيد هتعمل ايه؟ هتعمل ايه يا ولد؟ وحيد هتعمل ايه؟ الغدا جاهز. ميرسي يا وحيد قوي، تعبتك معايا والله. ربنا يخليك ليا يا رب. واشمعنى يعني النهارده مجهزين الغدا بدري كده؟ ابوكي مش هنا، قلت تاكلوا بدري النهارده. اقعدي يا حبيبتي اقعدي. طب يوسف ايهاب فين؟ قالوا اتغدوا انتوا هيتاخروا. بس انا ماليش نفسي اقعد اكل لوحدي كده، ما تقعدوا تاكلوا معايا. ما احنا حواليك اهو. لا بص هقولك تعمل ايه، انت تروح تقول لحسونه وجنة يجوا يتغدوا معانا. بتقولي ايه؟ تصدق يا يوسف بيه كنت هنسى واكتب اسم الحاج سيد الدقاق على الشيكات. لا يا راجل انسى بقى الاسم ده خلاص. من هنا ورايح الشيكات هتتكتب باسم يوسف سيد الدقاق. تمام يا ملك، الشيكات كلها جاهزه، اتفضل. شكرين يا دوك. العفو. شكرين يا دوك. هتظبط انت بقى مع زكي وهتشوف هتستلم امتى والكلام ده كله. نورت يا دوك، حصلت البركه. متشكرين مع يا الف سعادة الملك. سلامه. شكرا يا يوسف بيه. باشا. السلام عليكم. مع السلامه. شكرا قوي. ازيك يا يوسف؟
ايه ده ايه ده ايهاب الدقاق في وكاله الدقاق؟ هو ايه اللي جرى في الدنيا؟ القطه كلت عيالها ولا ايه؟ في مصيبه شكلها هتحصل، قلت اجي ابلغك بنفسي. خير؟ كمال الدقاق يا يوسف. ماله؟ جاب والدته وجاي يقعد في الفيلا. جاي يقعد في الفيلا يعمل ايه يعني؟ والحقيقه انا ما اعرفش هيعمل ايه، هو جاله الجورنال من يومين وقال لي انه ناوي يعمل كده. انا تصورت انه بيهدد زي كل مره، ما كنتش متاكد انه هينفذ اللي بيقوله فعلا. هو عارف ان الحاج مش موجود؟ عارف. الله، ولسه قاعد؟ ايوه. ليه؟ انت ما فهمتنيش يا يوسف. كمال جايب والدته وجاي يقعد في الفيلا، خلاص مش هيمشي تاني. جاي ايه يا اخويا؟ ايه؟ سمعني كده؟ اهدى بس يا يوسف، عشان كده انا قلت اجي ابلغك بنفسي، ما رضيتش اكلمك في التليفون. عارف انك عصبي وممكن تتهور، ممكن بقى تهدى عشان نعرف نتفاهم ونشوف هنعمل اهدى ايه؟ اهدى ايه؟ ونتفاهم على ايه؟ ايه اللي احنا ممكن نتفاهم فيه في اللي انت بتقوله ده؟ انا هروح دلوقتي هطلع عين امه. يا يوسف اهدى ارجوك. بس يا عم انت يوسف اوعى ايدك يا يوسف. ايه ده؟ انت جاي هنا تعمل ايه؟ طب قول سلام عليكم الاول. ما ترد عليا، جاي هنا تعمل ايه؟ اهدى يا يوسف، اهدى يا ابني وصلي على النبي. الله، ما تستنى انت حاجه على جنب. الله، ده ما بيردش عليا. ما ترد عليا، جاي هنا تعمل ايه؟ مش من حقك تسالني سؤال زي ده. ايه؟ نعم اخويا، سمعهاني كده تاني والنبي. كويس قوي انك انت قلت يا اخويا، ومع ذلك هقولها لك تاني، مفيش مشاكل. مش من حقك تسالني سؤال زي ده. امال مين بقى اللي من حقه يسالك سؤال زي ده؟ كمال عنده حق يا يوسف، لما يجي صاحب البيت هو اللي يتصرف معاه، لما يجي ابوك يكلمه. ابوه مش صاحب البيت. نعم. امال مين اللي صاحب البيت؟ الست دي. ده انت جاي تسوق الهبل على الشيطانه وتعمل الشويه دول. بقول لك ايه، يلا يا ابني من هنا، يلا من هنا من غير ما ترد، ورينا عرض كتافك. طب نزل ايدك دي بس واحترم نفسك. عيب يا يوسف، عيب، ده اخوك الكبير يا ابني. كبير ايه؟ الكبير ما يخشش البيت زي الحراميه. انا مش حرامي ومش هخرج. انت عارف كويس قوي مين فينا اللي حرامي. مين ده اللي حرامي يالا؟ مين ده اللي حرامي؟ ما تقولش انا. معقولة صغيرين على الكلام ده؟ استخافه لا تختشيش. خلاص كمان خلاص يوسف، انتوا اخوات. هو ده يعرف يعني ايه اخوات؟ ده ما يعرفش غير مصلحته بس. ورحمه امي، شوفوا رحمه امي ما هسيبك يا اعلى ما في خيرك اركبه. ولعلمك انا كنت عامل احترام للصبر والحاجه فردوس، لكن انا اللي مد ايده عليا قطعها. طب احنا هنشوف بقى مين اللي ايده هتتقطع ورجله كمان. في ايه يا جماعه؟ في ايه الصوت والزعيق ده؟ البيه جاي عايز يستولى على الفيلا. البيه جاي يحط ايد على الفيلا. بس اما نشوف بقى بص، نجوم السما فوق قراب لك، وانا قلت لك اهو كمان. يوسف ما تستنى يا ابني عشان نتفاهم. معلش يا كمال، سيبك مني. ما تمشيش يا كمال، ده حقك انت وامك، ده بيتك. صباح الخير يا كمال. صباح الخير يا حاج. اخبارك ايه؟ الحمد لله. انا عارف انك مستعجل عشان سايب الحاجه في الفيلا. امسك ده. ايه ده؟ خليه معاك، ما تستعملوش. الواد يوسف معاه واحد زي ده، وطول ده معاك هيكون قلبك ميت. انا قلبي ميت من غير سلاح يا حاج. ايوه يا كمال، بس المظلوم عمره ما بيرجع حقه بالعياط والندب واللط مع الخدود زي الستات. الحق ما بيرجعش الا بالقوه. معاك حق، الحق ما بيرجعش غير بالقوه. والظالم عمره ما قلبه بيرق ولا عينيه بترغرغ بالدموع طول ما المظلوم واقف قدامه عمال يقول له كلام عطف. انما الظالم يا كمال ما بيسمعش في ودنه غير حاجه واحده بس، صوت القوه. لكن بيخاف لما يلاقي اللي قدامه اسد. وانا عاوزك تبقى اسد يا كمال. اوعدك يا حاج ان هم من هنا ورايح مش هيسمعوا مني غير صوت القوه، صوت ما فيهوش لا ذل ولا انكسار. ومش هخرج من الفيلا دي
اللي على جثتي. بعد الشر عليك، انا احميك برقبتي واقدر احميك كويس قوي منهم، وطول ما انا عايش انا في ظهرك. كمال ده زي اخويا الصغير. المهم ايه الحكايه اقول؟ كمال مين يلا؟ كمال ابنك ماله كمال؟ جاب امه وجم قعدوا في الفيلا. امه ايه وفيلة ايه اللي قعدوا فيها؟ فيلتنا يا حاج. فيلتنا؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ كمال وامه يعني ايه؟ الكلام ده حصل امبارح يا حاج. امبارح؟ وازاي ما تقوليش على طول؟ يا حاج ما انا جيت اقول لك لما كان حفصي قاعد معاك هنا، انت قلت لي لا الدنيا مش هتتهد وسيبني بعدين. لا ده كده الدنيا تتهد وتتدردك وتتنيل بنيلة. ده انا هخرب بيته وبيت امه. الله، طب ما انا ما سكتلوش يا حاج، ده انا شبطت فيه وكنت هعمل جنايه معاه، لولا بس ان خاطر نط في دماغي قلت لو الحاج جه ممكن يغلطك ياض، فارجع واقول له. اغلطك ايه بس؟ خلاص اسبقني يلا وانا جاي وراك، انا هخرب بيته وبيت اهله. ايه يعرفك شغلك؟ الحاج وصل. كمال يا ابني عشان خاطر اوعى ترد عليه، اغزي الشيطان. ايه ده؟ ايه ده؟ جرايه وليا؟ انت جاي تلقح جدتك عليا ولا ايه؟ وجاي لي هنا في فيلتي؟ قومي من هنا بدل ما انت جاي انت وابنك ترمي بلاكي عليا. صحيح اللي اختشوا ماتوا. اخرسي قطع لسانك. بس كويس انك جايبه الزفت ابنك معاكي عشان ياخدك وتغور وما ترجعوش هنا تاني ابدا. ابني مش زفت، تقولش عليه كده. ما هو اصل لو انا زفت يبقى العيب فيك انت اللي ما عرفتش تربي. عندك حق، انا فعلا ما عرفتش اربيك. انما انت ازاي يا كلب تجيب امك وتتهجموا على الفيلا هنا وانا مش موجود؟ انا ما اتهجمتش على الفيلا، انا جيت اخد حق امي، حق امي اللي استحليته وبيجري جوه دمك بالحرام. حرام؟ اخرس اخرس يا حيوان، انت اللي 60 حيوان. ماشي انا بقى اوريك مين فينا اللي حيوان يا حيوان. معقولة اللي بيحصل ده يا بابا؟ حضرتك سايبهم يتخانقوا كده وانت واقف؟ سمر مالكيش دعوه انت، ولا خد امك واخرجوا من هنا دلوقتي حالا، والا هخلي الليله دي اسود ليله هتشوفوها في حياتكم. انسى على يعني مش هخرج من هنا الا على جثتي، واعلى ما في خيلكوا اركبوه انت وابنك ده. للدرجه دي؟ طب اقسم بالله لو ما خرجت انت وامك دلوقتي لهدفنكم مكانكم هنا. تدفننا هنا ليه؟ هو انت بقيت تشتغل تراب اليومين دول ولا ايه؟ تراب يا كلب؟ طيب استنى. ايه اللي انت بتقوله لابوك ده؟ انت تصدق ان انت حيوان فعلا؟ خلاص بس يا سمر لا تخاف ولا تختشيش. يا لهوي يا مسكتي، اغزي الشيطان يا حاج. ابعدي عن خلقتي. حياتي وليك ابعدي يا سمر، ما حدش فينا قضيه. انا مش طايق نفسي. ولا اخر فرصه قدامك عشان تخرج بره البيت يا كلب. انا مش كلب ومش همشي. يا جدع انت غور، خد امك دي وغور. انت عايز تعمل لنا جناح في الفيلا؟ سيبه يا يوسف، انا هفرغ البندقيه دي في دماغك. يا حاج لا بس انت ساعتها بقى جاني على روحي ده. انت بترفع السلاح في وش ابوك يا واطي يا ناكر الجميل. اللي هيقرب مني هقتله. انتوا اللي رفعتوا عليا السلاح الاول وانا لازم ادافع عن نفسي. سيبهولي بقى، انت جيت لي بقى. انا اللي هقتلك بايدي وهيبقى دفاع فعلا عن نفسي عشان انت دلوقتي مقتحم بيتي. مش هسيب يا بابا. يا حاج انا مش فاهم انت قاعد مستني ايه؟ لا ما انت لازم تسيب الفيلا دلوقتي. يعني انت رايك اهرب الكام يوم دول؟ لغايه بس ما نشوف الحكايه هترسى على ايه. الله، انت مش قايل لي ان الريح لما تبقى شديده لازم تميل لها؟ مظبوط. يعني رايك ابعد شويه لغايه ما يبان اصل الحكايه. بس الدنيا تبان بس يا حاج على قولك، وبعدين نشوف الزفت اللي اسمه كمال ده هيرسى على فين. اهو نعرف هيقول ايه واحنا نحضر نفسينا ونجهز الرد. والله وجات له على الطبطاب ابن اللئيمه.
معلش معلش يا حاج، عشان خاطر يا حاج اتكل على الله، عشان خاطر انا، عشان خاطر حبيبك يوسف ابنك. يلا عندك حق. يلا يا حاج، بس بقى طمني اول باول الله يخليك. ماشي يا حاج. بقول لك ايه، انت هترسى كده على فين؟ انا هروح اريح شويه في المهندسين. ماشي يا حاج. سلام. سلام عليكم. سلام يا حاج. سلام. سلام. مين ابن الست اللي اتضربت بالنار؟ انا. طب اتفضل. هي اسمها ايه بالكامل؟ سعاد عبد الله محمود. وانت اسمك ايه؟ كمال سيد الدقاق. انت ابن الحاج سيد الدقاق؟ ايوه. وهي الست الوالده اتضربت بالنار ازاي يا استاذ كمال؟ والدي اصل هو كان بينظف البندقية بتاعته فالرصاصة خرجت غلط. وهو فين السيد الوالد؟ في البيت. في البيت؟ بيعمل ايه في البيت؟ اصل هو حضرتك يعني تعب جدا واغمى عليه بعد اللي حصل ده، فجبنا له الدكتور هناك لحد البيت. ماشي. عموما انا هستنى لغايه لما ان شاء الله نطمن على الست الوالده وبعدين نبقى نكمل التحقيق. طب حضرتك عايز مني اي حاجة تانية؟ لا اتفضل انت دلوقتي. ربنا يسترها بعد دنيا واخره يا رب. انا بجد متشكره قوي يا كمال على اللي انت عملته ده، مش عارفه اقول لك ايه. انا مفيش في دماغي حاجة دلوقتي غير امي. نفسي اطمن على امي وتقوم بالسلامة. طيب اللي فيه الخير يقدمه ربنا ان شاء الله. يا رب. كمال يا ابني، وبعدين بقى انا مش عايزك تزعل. انا ما كانش قصدي ان اللي حصل ده يحصل. امال كان قصدك ايه؟ تقتلني انا؟ ده كلام. في حد يا ابني بيقتل ابنه؟ اللي حصل بصراحة ان انا دمي فار لما سمعتك كنت بتقول ما عرفش يربي والكلام الفارغ اللي انت قلته ده. فانا قلت اضرب طلقة في الهواء الم بيها الدور يعني. ايه اللي حصل ده؟ ايه اللي حكيته لي سمر في التليفون؟ ما حصلش حاجة، كل خير ان شاء الله، المسألة بسيطة. اسمع يا كمال يا ابني، يا ابني الضفر عمره ما بيطلع من اللحم. طمني على والدتك يا كمال، اخبارها ايه؟ في الانعاش. ماما في الانعاش يا ايهاب. ده على كده الحالة في منتهى الخطورة بقى. منتهى الخطورة ايه بس؟ ولا خطورة ولا حاجة. الدكاترة شافوا ان وجودها النهارده في الانعاش احسن لها، انما بكره ان شاء الله هنقلوها اوضه عاديه. اشفيها يا رب العالمين. يا رب اكتب لها السلامه هي وكل مرضانا. صباح الخير يا حاج. صباح الخير يا حبيبي. مالك يا حاج؟ شكلك بيقول ان مزاجك وحش. تصدق بالله انا كمان زيك بالظبط. انا طول الليل امبارح دماغي عماله تضرب تقلب ولا عرفت انام ولا دقيقه. ليه يا ابني وانت مالك بس؟ امال ازاي يا حاج؟ ما احنا اللي طلعنا خسرانين من الهيصه اللي حصلت امبارح دي. خسرانين ازاي بقى؟ خسرانين ازاي ايه؟ الواد ركب ودلدل رجليه يا حاج. لا ده متهيألك، بكره تشوف ابوك هيعمل ايه. متهيألي ازاي يا حاج؟ ما هو كده كسر كلامك وهيقعد في الفيلا، واكتر من كده كمان قل ادبه عليك قدام كل الخلق اللي في الفيلا. معلش معلش، الصبر طيب يا يوسف، استنى عليا. تقصد ايه يا حاج؟ بص يا يوسف، احنا دلوقتي الغلط راكبنا، والواد عمل فيها شهم، ما رضيش يجيب سيرتي قدام البوليس، وبعدين امه لسه في المستشفى، يعني النيابه شغاله، وده لو غير اقواله ممكن يدخلنا في سين وجيم وموال ما احناش قده دلوقتي. يعني ايه يا حاج؟ يعني ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا حاج؟ انت ناوي تسيب الواد ده يا حاج؟ اسيب مين؟ صبرك بالله، اقسم بالله لوريه ايام اسود من نارنا الخروب.
اهلا سعاده الباشا. اهلا سعاده الباشا. اهلا يا فندم. اهلا. كل سنه وحضرتك طيب. اهلا يا هانم. منورين الدنيا والله يا سعاده الباشا. منورين الدنيا. اهلا ازيك يا حاج جاد؟ الله يسلم عليك يا باشا. ازيك يا مدام لقاء؟ ازي حضرتك؟ الف مبروك. الله يبارك فيكي. ميرسي. كلفت نفسك كتير يا حاج سيد. تكاليف ايه يا باشا؟ ده احنا عايشين في خيرك. وبعدين بصراحه انا ما عملتش حاجه، انا لوحدي كنت طلوس، انما البركه في يوسف بقى هو اللي عمل كل ده. ميرسي قوي يا انكل. ميرسي يا يوسف. كلك ذوق يا حاج، وليك معزه خاصه جدا عند معالي الوزير. والله انتوا اللي ليكم معزه كبيره قوي يا هانم عندنا. ميرسي قوي يا جماعه، عن اذنكم. ما انا نسى ندى. طيب كل سنه وانت طيبه يا هانم. وانت عقبال طيب. 100 سنه. ميرسي. واو. ها؟ واو ايه وحش يعني؟ لا بالعكس، ده حلو قوي، بس ده شكله غالي قوي يا يوسف. مفيش حاجه تغلى عليك يا هانم. ميرسي. شوفي كده يا مامي. الله، ذوقك لطيف قوي يا يوسف. انت جيت على نقطه ضعف ندى، بتموت في الالماس. اتفضلي شوفيه كده يركع. حلو بجد، والله طلع ذوقك حلو يا يوسف. عشت يا ست لقاء، عشت. شكرين. ميرسي. هي مش بنت معاليك برضو كانت بتدرس في الخارج؟ ايوه، هي خلصت دراستها وهتيجي تعيش معانا هنا في مصر، مش كده يا ندى؟ بابي ما تحاولش تورطني، انا لسه ما خدتش قرار في الموضوع ده. طب والله برافو عليكي يا ندى ان انت عارفه تعيشي لوحدك في كندا. من ساعه اختي ما اتجوزت وهي عايشه معاها بره. ما انا بقول كده برضو. حضرتك مش ممكن هتطمني وهي بتدرس لوحدها بره في الخارج. ليه بس يا حبيبي كده؟ البنات خلاص بقت حره ومستقله، بتعرف تعيش لوحدها، مش لسه هيستخبوا ورا اهاليهم، مش كده؟ عندك حق يا مدام لقاء. طب ما تيجي اوريكي كده منظر لا مؤاخذه سعاده الباشا، يعني هنوري الهانم بس منظر كده في النيل والمرايه. اتفضلي. يلا. ايوه، بس لو اقنعتها انها تعيش معانا هنا في مصر هيبقى ليك عندي مفاجاه كبيره. المشكله ان هي يا باشا هي اللي تلعب في دماغي وتخليني اسافر معاها بره. دمك خفيف قوي يا يوسف. اتفضلي يا حسن. اتفضل يا باشا. حتى في المناسبات اللي زي دي جد ما بينساش البيزنس، اهو واخد معاليه على جنبه وعمال يرغي في الشغل. هتقولي لي ما هو جاد ده شاطر قوي. لا عيب كده بقى، مش اشطر منك انت يا حاج، ده انا سامعه ان انت حوت السوق كله. مش للدرجه دي، جاد برضو راجل شاطر وناصح. طب يا ريت تقول لي في ايه بقى؟ فيك انت، كونه لاقي واحده زيك ويعرف يقرب منها ويقربها منه، ده دليل على انه راجل ناصح قوي. ميرسي يا حاج على المجامله اللطيفه دي. والله ما هي مجامله ولا حاجه، ده كلام بجد. ولعلمك الناس كلها بتحسد جاد عليكي. وانت بقى من الناس اللي بيحسدوا؟ مش هخبي عليكي، اكيد انا بحسده قوي، بس سبحان الله ما بيأثرش فيه، كأنه متحصل. لا بس دي حاجه حلوه قوي ان انت يعني بتتكلمي عربي كده، يعني رغم ان انت عايشه بره على طول. ايوه، ما انا عندي صحابي كتير قوي عرب ومصريين. وعندك بقى اصحاب هنا على كده؟ يس. عندي بنوته كده صاحبتي بقالها فتره، انتمتي، اسمها سالي، هبقى اعرفك عليها ان شاء الله. والله لو في نصيب وفضلتي قاعده في مصر هخليكي تحبي مصر قوي. ما انا اوريدي بحبها. لا انا مش قصدي يعني تحبيها، ما انا عارف انك بتحبيها، قصدي يعني هوريكي حاجات انت عمرك ما شفتيها. ازاي يعني؟ الهرم وشايفاه وعارفاه. لا هرم ايه بس؟ لا هرم ايه؟ الله انا لا انا قصدي يعني هوريكي حاجات يعني. طب انت عمرك كلتي لحمه راس؟ وات؟ يعني ايه لحمه راس؟ يعني ايه لحمه راس؟ يعني تعرفي البلوبيف يعني واللانشون والحاجات دي. هو بقى ايه؟ هو بلوبيف ولانشون كده بس شعبي. بيجيبوا بقى راس العجل لا مؤاخذه كده وقوم حاططها على القرمه، نازل بيها على القرمه ومقطع بقى، ونروح بقى ايه هوكلك لحمه راس في النصريه عند الواد شغل. اوكي فهمت. اوكي والله انت عسل، والله انت عسل. واقول لك على حاجه، اقعدك بقى على قهوه الحسين والسيده وتشيشي وتعملي احلى شغل هناك. واو، شكلنا هنبقى اصحاب موت. يا ريت انت بس سلمي لي نفسك كده. اقول لك على حاجه، اعتبريني شركه سياحه، سلمي لي نفسك ومش هدفعك جنيه حد. اوكي يا سيدي، انا موافقه، سلمت لك نفسي. عسل. دي فرصتنا مع الوزير. انا شايف البورصه واقعه في الارض، بس وضعها المادي جامد قوي. انا شايف ان وقوعها ده وراه لعبه كبيره.
وانت من امتى بتهتم بالبورصه يا جاد؟ لا يا باشا انا بفهم في كل حاجه. عموما سيب لي الموضوع ده وابقى هرد عليك. لا هو الحل بسيط وسهل قوي. انا بقول ناس كبار يشتروا الاسهم بتاعه الشركه دي، في الحاله دي انا هشتري وراهم على طول. صدقني يا حاج، البيزنس في اللبس يكسب جدا، ما تقلقش. انا مش مسألة قلق ومش مكسب وخساره، انا الحكايه ان انا في التجاره ما احبش اخش في حاجه مش فاهم فيها حاجه من اصله. انا بفهم بقى يا حاج، مش هضيعك ما تقلقش. بصراحه بقى انا سيوله مقصره معايا اليومين دول شويه، ونفسي اشتري كام ماركه حلوين وكميات كبيره. ينفع تساعدني؟ بقول لك ايه، هو انت ما عرفتيش تقلبي جاد؟ قلت يا مايل على سيد وسهل اقلبه يعني. عيب الكلام اللي بتقوله ده يا حاج. انا لو عايزه اقلب جد هعرف كويس اقلبه واميل دماغه على الاخر. بس انا بصراحه ما بحبش شغل القرايب، داخل فيها عواطف ومشاعر. جد جوزي، لو اختلفنا هتبقى في مشكله، لكن لو انا وانت اختلفنا خالتي وخالتك وتفرقوا الخالات. على كل حال هو موضوع يستاهل افكر فيه، وعلى طول هقول لك رايي ان شاء الله. وانا مستنيه. عارف يا جو، انت لطيف خالص وجديد جدا. والله ده انت اللي عسل، عسل بالقشطه، شوكولاته بالجوز واللوز والمكسرات كلها. هو احنا هنبدا بقى امتى الرحلات السياحيه بتاعتنا؟ نو بروبلم. يعني عادي يعني ممكن نبدا من بكره الصبح، صح؟ يا وحيد، في ايه يا عفاف؟ مالك؟ ابويا التعب زاد عليه وفقد النطق. حصل امتى الكلام ده؟ لسه من شويه. طب روحي غيري له هدومه عبال ما البس وحصلك. يلا ابويا انتوا ازاي تستنوا عليه لما حد فوق بالشكل دوت؟ والله يا دكتور احنا ما قصرناش في حاجه. هو مش بياخد الدواء في مواعيده؟ جيت للحق يا دكتور، كان في نوع برشام غالي بياخده، بس من ساعه ما خلص ما قررناهوش. ما قلتليش ليه؟ انا كنت هجيبه. ومش وقته الكلام دوت، المريض لازم يطلع العنايه المركزه فورا. طب المطلوب كام يا دكتور؟ لا احنا في مستشفى حكومي، دي مجاني، بس لازم تتصرفوا في انبوبه اكسجين. معلش هي ناقصه في المستشفى شويه. دكتور طب الاكسجين دي اجيبها منين؟ من بره المستشفى. طب بكام؟ مبلغ وقدره. شد حيلك. كل الفلوس صرفتها في تاكسي. عفاف خدي امك واطلعي فوق عند ابوكي، وانا هعمل مشوار وجاي على طول. هتروح فين؟ هجيب اكسجين. الله يرحمك ياما. عم متولي عامل ايه دلوقتي؟ والله يا ابني من ساعة ما مشيت محدش خرج قال لنا أي حاجة. احط الانبوبه؟ حطها. قطعت نفسي يا عم. كتر خيرك. كتر خيري؟ كتر خير مين يا عم؟ امال فين اجره العربيه؟ نسيت كام؟ ساعة العربية نص نقل معروفة ب 80 جنيه.
80 جنيه ليه؟ وانا كنت راكب الطياره. يا عم هو النظام كده يا عم. طب معايا 55 جنيه وفكه ينفع؟ هات يا عم، انا عارف من الاول انت زبون لبط. لا مش دلوقتي، هات الانبوبه وتعال يلا. صباح الفل يا باشا. ازيك يا نمر؟ ازيك يا باشا؟ دماغك خفت من الحمد لله يا باشا. طيب الحمد لله يا باشا. روح انت. شكرا يا باشا. ازيك ايه؟ امورنا يا حاج. الفاكس بتاع العين السخنه ده قالوا في البضاعه هتوصل امتى؟ ايوه يا حاج، مكتوب اهو في اخر سطر عند سعادتك. معلش احنا مشغلينك اليومين دول شغل السكرتاريه كمان، تعبناك معانا شويه. تعبك راحه يا حاج. طيب على كل حال انا قريب هجيب لك سكرتيره جديده، عايزك تستنتفها وتعلمها الشغل وتاخد بالك منها. عيني يا حاج، استنتفها واعلمها، بس يا ترى مش بعد كده بقى تتنقل من السكرتاريه للبيت عند سعادتك؟ ريال هو ايه، انا قاعد بصطاد السكرتيرات ولا ايه؟ اصل حضرتك ما تاخذنيش يعني شقي جامد يا حاج. انت هتهزر معايا ولا ايه؟ انا اسف يا حاج، انا ما اقصدش والله. طب يلا غور من هنا، ما تجيش، يلا امشي. حاضر يا حاج. يلا يا ابني انت. عمري ما كان ليا صحاب، كنت دايما وحيدة. حبيت وانا في الجامعة، حبيت واحد يعني، بس للأسف هو حب نجاحه أكتر مني، فجوزت جات. ومن وقتها قررت إن هدفي الوحيد في الحياة هو النجاح والفلوس وبس. يعني من الآخر كده بعت قلبي. عارفة، أول مرة أحس إن أنا قادر أتكلم أفضفض. حاجة غريبة أوي لما الواحد يحس إنه وحيد رغم إن حواليه ناس كتير. أنا عشت عمري اللي فات أدور على حقي ونسيت نفسي، نسيت كمالي، نسيت مشاعري، نسيت الحب. الحقيقة الوحيدة إن إحنا ما نعرفش نعيش من غير الحب. إحنا بنتولد وهو جوانا. كره السيد الدقاق موت أي حاجة جميلة ممكن تتولد جوايا. لا وحيدك، بلاش سيرة الكره، ما تخلينا في سيرة الحب. أنا أول مرة أحس إن أنا قادر أتنفس، قادر أعيش. أنا مبسوط أوي إن أنا قابلتك هنا. وأنا كمان مبسوطة أوي. لقاء. نعم نعم نعم. ايه يا حبيبتي مالك بتزعقي ليه كده؟ انا بزعق ولا بتنيل؟ الله، انت كنت فين؟ كنت في 60,000 داهية يا اخي. ايه ده بعد الشر عليك يا حبيبتي. مالك يا حبيبتي، في ايه؟ معلش يا جد، انا تعبانه وقرفانه قوي بجد. انا محتاجه اطلع استريح، ممكن؟ طب خدي بس طمنين عليك، انت مش طبيعتك. في يا لقاء؟ قلت لك قرفانه وتعبانه وزهقانه وعايزه استريح. ينفع تسيبني استريح بقى؟ الله. لقاء افهميني بس يا بنتي، لا تتكلمي معايا. لقاء على فكره يا انت من ساعه ما سافرتي 70 شهر دي وانت راجعه متغيره، في حاجه ضايقتك هناك؟ مفيش. طب بصي يا بنت الناس، اقعدي مع نفسك كده بهدوء وفكري، وبعدين قولي لي ايه اللي مضايقك بالظبط. جد؟ ايوه حبيبتي. طلقني. مالك حبيبتي؟ مالك في ايه؟ انا مخنوقه. مخنوقه؟ طب ما احنا كلنا بنتخنق، عادي جدا يا لقاء.
هو اي واحده كده تتخنق او تتضايق شويه تقوم كده تطلب الطلاق من جوزها على طول؟ يا جد افهمني، انا مش حاسه اني سعيده اصلا. مش سعيده معايا انا؟ ليه يا حبيبتي؟ هو انا معاكن عليكي ولا حاجه؟ على فكره انا ما قلتش كده. امال في ايه؟ مالك يا لقاء؟ يا اخي اعتبرها حاله نفسيه، وبدل ما نزيد ويحصل بينا مشاكل ونتقلب اعداء بعد ما كنا اصحاب ننفصل احسن. انا بجد بعزك. بتعزيني؟ ياه. طب لقاء، خلي بالك ان في بينا شغل وفلوس وبزنس، والطلبات اللي انت طلبتيها مني دي دلوقتي ممكن تأثر على اللي بينا. بزنس ايه؟ بزنس ايه؟ يعني اولع في نفسي عشان البزنس بتاعي؟ هو ده اللي هينفعني؟ تولعي في نفسك؟ واكتر من كده كمان. طب ممكن اطلب منك طلب؟ اتفضل. اقعدي مع نفسك يا لقاء وراجعي كل الكلام اللي انت قلته لي دلوقتي، بس لازم تفتكري حاجه جامده قوي، ان انا بحبك. تفتكري كويس قوي الايام اللي بينا. انا كنت شايلك على كفوف الراحه لقاء. بص يا بنت الناس، هقول لك على فكره حلوه قوي. لقاء احنا طالعين مع بعض العين السخنه، هاخدك معايا واقعدي هناك شم هوا، يمكن حالتك النفسيه تهدى شويه. فكري ولما ترجعي قرري. لو كنت لسه عاوزه تطلقي صدقيني قولي لي طلقني يا جاد وانا هطلقك على طول. مش عارفه. يا عم خليه يحمل العربية على ما اجيلك. اقول له استنى. ما جيتش امبارح ليه يا عاصم؟ عندك يوم. ما الفل يا حاج. صباح الرضا يا حبيبي. طلبتني. اقعد. خير يا حاج. خير ان شاء الله. بيني وبينك اصل انا سمعت خبر كده مش عارف هيكون رايك فيه ايه. خبر ايه يا حاج؟ خير ان شاء الله. يعني اصلك من ساعه ما كلمت بنت سعادته مفيش خبر. لا هي اتكلمت ولا ابوها اتكلم، اللي كان واجع دماغي كل شويه عايزين خدمه يا حاج، عايزين خدمه يا حاج. بصراحة يا حاج انا الموضوع ده كان قافش كده في دماغي انا بصراحة ما كنتش عايز ابين لك وكنت ناوي اكلمها النهارده. لا كويس بقى انك كنت ناوي وانك ما كلمتهاش فعلا. ليه؟ اصل بصراحه ربنا انا لما لقيت الموضوع ماع وبوخ قلت مش هسكت بقى. رحت ماسك الموبايل ومكلم معالي الوزير. قلت له يا معالي الوزير ايه الحكايه؟ ازاي سعادتك؟ يعني اخباركم ايه؟ قال لي هو برضو الكلمتين الفارغين اللي انت عارف بيتقالوا في الحالات دي. يا حاج وبعدين بعد الكلمتين اللي بيتقالوا في الحاجات دي حصل ايه؟ انت يا ابني متصربع عليه، ما تستنى. قلت له يا معالي الوزير يعني من يوم يوسف ما كلمكوا ما سمعناش منكوا لا حس ولا خبر. ايه الحكايه؟ وبعدين يا حاج وبعدين ما انا لسه بقول لك وبعدين اهو. لقيت الراجل قال لي كلمتين ما كنتش اتصور انه ممكن يقولهم لي ابدا. ايه يا حاج كمل يا حاج وبعدين. ما انا هكمل اهو. قال لي انت بتسأل على الطلب بتاع يوسف؟ يا سلام يا حاج سيد يا دقاق. يا حاج وبعد ما قلت له يا سلام وهو قال لك يا سلامين وبعد السلامات دي حصل ايه؟ هو قال لي بس يا عم الحاج سيد يا دقاق يا عظيم. هو احنا معقول هنلاقي في بر مصر ده كله حد زيكم وزي ابنك يوسف؟ بجد
بجد يا حاج؟ اي والله يا ابني. لك كده بجد يا حاج؟ بجد بجد. الف مبروك يا حكومه. الله يبارك فيك يا ابو الحكومه. يا ترى ايه اللي غيرها بالشكل ده؟ يا ترى ايه اللي حصل في سفرية شرم الشيخ دي؟ يا ترى عندها مشكلة في الشغل ومش راضية تقول وهو ده اللي معكنن عليها؟ ولا يكونش التغيير ده وراه سيد الدقاق أو يوسف ابنه؟ ما هم كانوا عندها في المحل. بس لو كان في حاجة ما كانتش قالت لي إنهم راحوا لها. بس أنا برضو ما استبعدش أي حاجة من الدقاق وابنه. ولا يوسف، دلوقتي انا فكرت كتير في الموضوع بتاع الواد اللي اسمه وحيد ده. قلبته في دماغي يمين وشمال ولقيت ان احسن حل ان انا اعترف بيه واقول ده ابني، ويا دار ما دخلك شر. ايه رايك؟ طب والله عين العقل يا حاج، عين العقل منك. خلينا نفوق لشغلنا بقى ونخلص القصه دي. ده رايك؟ طب تعالى ورايا. وحيد وحيد مبروك يا وحيد. الف مبروك. مبروك. مبروك على ايه؟ الحمد لله ربنا نصرك في الاخر وكمل صبرك على خير. طب فهموني ايه اللي حصل. انت ما تعرفش وحيد، ابوك اعترف بيك، يعني انت بقيت اخونا رسمي، فاهم؟ بالحضن يا اخويا. بجد؟ انا مش مصدق نفسي. امال بابا فين؟ ايه؟ بابا؟ وحيد وحيد انت بتتكلم عادي؟ ايه ده؟ وحيد يا عم بتتكلم احسن مننا. ايه ده؟ انا بتكلم. مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك. وحيد ابني حبيبي يا نور عيني. وحيد يا ابني، انا بعترف انا كنت غلطان في حقك. انت ابني وربنا يقدرني وعوضك عن كل دقيقه ضاعت منك. انت ابن سيد الدقاق ربنا يخليك ليا يا بابا، ربنا يخليك ليا حبيبي. وحيد ممكن اخدك في حضني يا وحيد؟ يوسف اخويا حبيبي، انا فرحان قوي. انا فرحان قوي يا جماعه. انا مش مصدق. معقوله كلكم جنبي؟ امال فين حسونه وفردوس وجنه؟ فين؟ احنا كلنا جنبك اهو. مبسوط يا وحيد؟ مبسوط قوي، بس فرحتي مش هتكمل الا لما تبقى جنه جنبي.